ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا بقى النهارده فيديو جديد وفكره جديده خالص. اخويا كان نازل، قلت له انت نازل رايح فين؟ قال لي انا رايح اغسل الموتوسيكل بتاعه. قلت له ايه الموتوسيكل بتغسله بكام؟ قال لي ب 30 جنيه. قلت له طب بص اديني بس المفتاح كده وال 30 جنيه وانا هغسله لك وهخليه لك زي الفل. قال لي يعني هتعرفي يعني تخليه زي بتوع البنزينات؟ قلت له طبعا ده انا هخليه بيلمع. قال لي خلاص ماشي هجرب فيكي واديك ال 30 جنيه والمفتاح وشوفي بقى هتعملي ايه. قلت له بس كده؟ ده عينيا، ده انا هخليهولك بص هتمشي في الشارع كده يبقى بينور. قلت بس انا من هنا جات لي فكره ان انا هعمل بقى شغلانه في البيت وهغسل له بقى على طول وهو رايح جاي الموتوسيكل بتاعه، ويبقى كده استفدت وفدت. رحت بقى دخلت على النت واشتريت المنتج العظيم دوت. المنتج ده من شركه توتال. عايزه اقول لكم هو ان هو عامل زي كده مضخه بتطلع الميه. تعالوا بقى نفتح ونشوف المكونات بتاعته ايه. مبدئيا دي الكرتونة بتاعته، ده الكتالوج بيجي بلغة واحدة تقريبا وهو الانجليش بس. تمام. هو ده شكل المسدس، دي البطارية بتاعته. البطارية بتاعته بتقعد حوالي ساعتين، بتشحنيها وبعد كده بتركبيها في الجهاز. يعني الجهاز بيبقى مش شغال بسلك، هو بطارية بتتشحن وبيقعد معاكي ساعتين وبتتركب كده سهلة جدا. وكنت عملت لكم فيديو قبل كده بمكنسة توتال بتاعة العربيات، برضو نفس الفكرة. وده الخرطوم بتاعك. المفروض ان الجزء دوت اللي فيه كورة بيتحط في جردل المية، او لو عايزة تحطي ازازة مية برضو بترشي برضو مفيش مشكلة. والجزء التاني بيتركب في المسدس. وهنا بقى لو انت عايزه الحاجات دي بتاعه الازازه، لو انت عايزه تركبيه في ازازه، ودي كمان الازازه الصغنطوطه دي لو انت عايزه تحطي صابون، بحيث انك تغرقي الاول الحاجه صابون وبعد كده ترشي مثلا بالميه. يعني انا هنا كنت بوريكم طريقه ايه، ازاي بتشتغل. تمام. كنت بقى عماله طبعا بكتشفها وكده، بس بقى قلت يا ترى بقى هيسعفني وفعلا يغسل لي الموتوسيكل معايا ده؟ قال لي نص ساعه وراجع هاخده منك. قلت له لا عينيا. يا دوب بقى مع بال ما طلبته بقى وجه فايه. فقلت لازم برضه اوريكم الحاجه اللي انا جبتها وان هو المكونات بتاعته ونشوفه مع بعض كده اذا كان هيبقى حلو ويسعفني ولا لا. بعد كده عايزه اقول لكم بقى ايه دوت. انا مش فاكره الجهاز ده كان ايه، بس ده اللي بيشحن البطاريه. ده يعني ده الشاحن بتاع البطارية بتاعته. تمام. وهنا بقى الجهاز الطويل ده، دي اهم حاجة في الموضوع ده، المسدس بقى اللي بيطلع منه المية. ودي السرعات او الدرجات بتاعة المية، عايزة رذاذ عايزة رشاش. ليه تقريبا 5 سرعات بتاعة المية، وهوريها لكم دلوقتي وانا بغسل الموتوسيكل معاكم. ان هو حلو جدا جدا جدا. عايزه اقول لكم بقى بصوا هتلاحظوا كده في حاجه كده صغنطوطه، دي اداه مهمه جدا جدا. خلي بالكم لو انتوا يعني بتشتروا الجهاز دوت عشان ما تتوهش او تضيع منكم، دي ليها بتعمل حاجه. المهم، ودي الشنطه المفروض بتحط فيها الجهاز ده كله. جهاز لذيذ وجهاز لطيف. تعالوا بقى نشوف مع بعض ازاي بيشتغل وازاي هغسل بيه الموتوسيكل، وهيكون حلو فعلا ومفيد. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وهنا بقى رحت دخلت الحمام وقلت بصوا انا هجرب بس السرعات الاول وهجرب استخدامه قبل ما انزل واخده معايا وقبل ما اجرب اي حاجة. هنا كنت بركب بقى المسدس بتاعه دوت، وجبت جردل كده مية وحطيت فيه الخرطوم اللي انا قلت لكم عليه اللي هو اللي كان فيه كورة. هنا بقى كنت بوريكم المسدس ان هو فيه اشكال كده. الاشكال اللي من قدام او السرعات او اللي هو بيطلع المية على هيئة اشكال. هنا بقى جبت الجردل خلاص وحطيت فيه الخرطوم بتاعي. وعايزه اقول لكم ان الخرطوم طويل يعني حلو. تمام. لو انت بقى عايزه تستخدميه مثلا تغسلي بيه، انا غسلت لكم بيه قبل كده التكييف. عايزه تستخدميه لو عندك الوميتال كبير تستخدميه. عايز تغسلي بيه اي حاجه وتاخديه من غير سلك، حلو جدا. لو عندك زرع هيفيدك جامد جدا مثلا. بصراحه هو طلع حلو. وتعالوا مع بعض برضو نشوف. هنا بقى انا بدأت ان انا اجرب السرعات او الاشكال بتاعة المية عشان اعرف هستخدم ايه. فالسرعات الاخيرة دي حلوة جدا. القوة بتاعته حلوة لو انت محتاجة تغسلي بيه برضو حمام حيطان، حلو وجميل. بدأت بقى ان انا هاخده وانزل بيه بقى. خلاص قررت بقى ان انا هنا هاخد الصابون معايا وهاخد الرشاش وهاخد جردل المية وهاخد سبونشة برضو، وهاخد حتة عشان ألمع بيها في الاخر. ولازم برضو تاخدوا زي زيت برافين او اي حاجة عشان بعد ما تخلصوا خالص لازم تلمعوا علشان ما يجيرش منكم. تمام. هنا بقى بدأت نزلت ومليت العلبة ديت الصابون بتاعي، عشان اول حاجة ان انا هعملها هرشه بالصابون.
علشان يبدأ ان انا اعمله بالسبونشة كده واغسله كويس جدا جدا، وبعد كده ارش عليه المية واغسله، وبعد كده انشف بقى. عايزه اقول لكم ان هو طبعا مش هيتقارن بالمغسله بتاعه البنزينه، بس والله هو فكره جميله ومشروع حلو قوي للي حابب يعمل حاجه زي كده ويستفاد منها. هنا بقى خلاص جبت الخرطوم وحطيته في جردل الميه، تمام. وهبدأ بقى ان انا اغسل الموتوسيكل. هنا بقى كنت بركب البطارية خلاص وبركب الخرطوم في نهاية الجهاز علشان ابدأ بقى ان انا ارش ونبدأ بقى الاستمتاع كله. دخلت الموتوسيكل بقى مدخل العمارة وقلت بقى ايه، خليني كده في المدخل عشان ما حدش بقى يبص عليا ويقعد يقول دي بتعمل ايه وكده. برضو يعني يا جماعة يعني ايه، الواحد لسه في البداية كده، جايز يبقى بيعمل حاجة غلط ولا حاجة، بس اديني قلت اجرب واهو جايز يعني اهو شغلانة واطلع منها بقى بكام قرش كده. 30 جنيه يا جماعة برضو يعني واحد ما يستهونش يعني. المهم بدأت بقى ان انا بختار السرعة اللي انا محتاجاها. طبعا عقبال ما اخترت بقى السرعة، لان ايه الجهاز برضو لسه جديد عليا ومش عارفة استخدمه ازاي، وقررت بقى ان انا هستخدم السرعة اللي هتشوفوها دلوقتي. وهنا بقى بدأت ان انا رشيته كده بشوية مية الاول، انزل يعني اي تراب عليه. وبعد ما نزلت بقى التراب كده واحدة واحدة زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي، قعدت بقى ارش كله يمين وشمال، بس اخلي بالي اهم حاجة الجزء بتاع العداد ده ما اجيبش من ناحيته مية. انا غسلته كده بس بالفوطة ولمعته كده. وهنا بقى كنت بقى مرحلة بقى رش الصابون، عايزة اقول لكم كان الجو ممتع جدا يعني، مية بقى وصابون يعني الجو لذيذ والله. ومعايا ابني كان بيساعدني او بيبوظ الحاجة مش فاكرة. المهم يعني بدأت ان انا ارش بقى الصابون زي ما انتم شايفين بقى على كل الاجزاء والكاوتش من تحت عشان الصابون. وبعد ما قعدت اعمل كده بقى بالصابون، رحت جبت بقى الاسبونشة وبدأت اغسل عشان لو في اي حاجة لازقة فيه يعني او كده تطلع. بدأت اغسل اغسل اغسل. الموضوع كان لذيذ و كان اهو تجربة يعني، قلت اجرب، الواحد مش خسران حاجة. كل لما يعوز يغسل الموتوسيكل بتاعه اغسله له انا. اي حاجة بقى اي حد بقى في العمارة عايز يغسل عربية وموتوسيكل هعملها انا خلاص. انا فتحت عندي في مغسلة يا جماعة تحت في البيت، اللي حابب هديله العنوان يبعتلي بس وانا هجيله. وبدأت هنا بقى الحاجات الصغيرة اللي انا مش عارفة ادخل هنا اغسلها بالفرشة الطويلة ديت زي ما انتوا شايفين كده، تمام. كنت عايزه اقول لكم بقى على شويه كلام كده. اللي حابب يعمل او اللي حابب يشتغل بجد هيتصرف بامكانيات اللي عنده، هيتصرف وهيجيب القرش. لا يقعد يقول اصل ظروف البلد، اصل مش عارف ايه، اصل ده عايز شغل يتفصل على مزاجه او على يشوف راحته وكده. لكن اللي عايز يشتغل بجد هيرضى باي حاجة وهيشتغل بيها مادام شغلانة شريفة، ومادام ان هو ما بيعملش اي حاجة غلط يبقى اشتغل. انا عايزة اشجع كل ست قاعدة في البيت تقدر تشوف الحاجة اللي هي بتحبها وتنميها وتقدر تعملها بطريقتها، وتقدر ان هي تكسب منها فلوس، على الاقل تبسط الفلوس دي تبسط بيها نفسها، تعمل حاجة لأولادها، تساعد بيها في البيت، تشوف هي عايزة تعمل بيها ايه وتعمل. عايزة اقول لكم ان الشغل حاجة حلوة والشغل مفيد جدا، بيمنع مشاكل كتيرة. زي ما بتقولوا كده الفاضي بيعمل قاضي. طول ما انت فاضية هتعملي قاضي وتقعدي تحكمي على ده، اصل ده ما عملش، اصل ده ما جابش. لكن انت شغالة وعمالة مركزة في حاجة وعايزة تكبري وتعلي فيها، مش هيهمك الناس ولا الناس اللي حواليكي ولا اي حاجة، وهتفكري بس في نفسك وفي البيت بتاعك، وازاي ان انتي تكبري في الشغل وتنمي نفسك فيه. في ما كانش عيب خالص ان انا اعمل الحركه ديت وان انا انزل اغسل الموتوسيكل بتاع اخويا، مش مجرد بس بتاع اخويا، ولو حبيت ان انا انزل كمان واعمله زي مشروع وخلاص انا فهمت ازاي بيتعمل. انتوا تعرفين دلوقتي ان هو مثلا الموتوسيكل بياخد 30 جنيه، العربيه بتاخد 100 جنيه. مش قصدي ان مثلا حد يقلد نفس الفكرة ديت، بس انا بقول في العموم اللي تقدري تعمليه وتشتغليه اشتغليه مادام هو حاجة حلال ومش عيب ولا حرام. يبقى كده انا وصلت لنهاية الفيديو معاكم، يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو. فيديو خفيف ولذيذ، بس بوصل رسالة للأمهات او البنات كمان اللي قاعدة في البيت ومستنية شغل معين مفصل ان هو يجي عشانها.
مش هيجي طول ما انت عايزة حاجة متفصلة ليكي. لازم تسعي وتجري في الدنيا علشان ربنا يفضل يرزقك ويوصلك للمكانة اللي انت كان نفسك فيها في الاخر. واشوفكم بقى في فيديو جديد ووصفات جديدة. وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتدعوا لي دعوة حلوة كده انا وابني، وربنا يخليكم ليا. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. يلا باي باي.